لما جوزك يجيب لك وراك ويقولك مش عايزها مسلوقة ولا مشوية يبقى لازم تشوفي الفيديو ده علشان تعمليها له بطريقة مختلفة. كمان هنعمل جنبها رز مبهر وخضروات هتكون مفيدة جدا للأطفال إن شاء الله، وكمان شكلها تحفة لو حابة تعتمديها في أي عزومة. لايك وشير ودوسي اشتراك لو أول مرة تشوفي القناة. نسمي الله ونبدأ الوصفة. أول حاجة أنا جبت 4 من الوراك المخلية، خليت الفرارجي يخليها لي وغسلتها كويس جدا بالملح وكمان الليمون. بعد كده هو دعكتها كويس جدا بالدقيق وبالطحينه وغسلتها كويس جدا من الميه وسبتها انها تتصفى. لازم الوراك دي تتغسل كويس قوي علشان احنا هنستخدم الجلد بتاعها، فلازم ما يكونش فيها اي زفاره. بعد ما اتاكدت انها اتغسلت واتصفت معايا ابتديت اللي انا ادقها بالمدق بتاع الفراخ او بتاع اللحوم علشان انا عايزاها تكون عريضه معايا، هتساعدني في الشكل كويس قوي، وكمان لما ادخلها الفرن هتستوي بسرعه. بعد كده جبت البهارات وهي ملح وفلفل اسود وبابريكا ورشة من بهارات الفراخ، وهكتب لك كل البهارات دي بالتفصيل في صندوق الوصف. ابتديت اللي انا اوزع كده البهارات على الفراخ، وبعد كده جبت معلقتين كبار من الزيت وابتديت اللي انا اوزع عليهم بالفرشة علشان الزيت هيثبت معايا البهارات على الفراخ لما نيجي نقلبها، البهارات ما تنزلش، وكمان هيديني لون حلو لما يجي يستوي. قلبتها على الناحية التانية وحطيت نفس البهارات وزعتها عليها بالتساوي، وبرضو هجيب الفرشة وهدهنها كده بالزيت علشان كل البهارات تتوزع عليها بالتساوي. بصي بقى شكلها حلو ازاي، طبعا عشان انا دقتها فهي شكلها عريضة زي ما انت شايفة كده. بعد بقى ما تخلصي التتبيلة بتاعتها هتسيبيها في التلاجة لمدة ساعتين أو نص ساعة لو انتي مستعجلة. فكل ما تسيبيها في التتبيلة يعني كمان لو عملتيها وجهزتيها قبلها بليلة بيبقى أفضل، بتاخد كده من التتبيلة وبتكون تحفة. هنحضّر كمان معاها خضار وهي كوسة وجزر وبطاطس علشان الوجبة تكون متكاملة، وبجد بتكون الخضار ده تحفة علشان بياخد من كل التوابل بتاعة الفراخ وبيتاكل كده قبل الفراخ. جبت هنا بقى القطّاعة المشرشرة دي وقطّعت كل الخضار اللي عندي. القطّاعة دي بتخلّي الخضار يعمل يكون شكله حلو، بيشجّع الأطفال إنها تاكله. لو مش متوفرة خلاص بنقطّع بالسكينة ما فيش أي مشكلة. قطعت هنا كل الكمية اللي عندي، وبعد كده هاجيب البهارات بتاعة الفراخ نفس البهارات اللي أنا استخدمتها هارشها على هارش كده منها رشة على الخضار، وكمان مكعب من المرق علشان تكون فيها نفس الطعم بتاع الفراخ. وادي الفراخ اهيت جاهزة معايا. هابتدي بقى اللي أنا أجهز الأول في الخضار. جبت طاسة أو جريل بتاعي على النار وحطيت معلقة كبيرة من السمنة البلدي ومعلقة من الزيت، وممكن كمان تستخدمي الزبدة أو زيت الزيتون مع الزبدة. وابتديت اللي أنا أحط هنا الخضار بتاعي. عايزة أقول لِك مجرد ما نزل على النار والطاسة كانت سخنة عملت ريحة جميلة جدًا، يعني الروايح بجد بتاعة التوابل مع الخضار ما شاء الله كانت ريحتها تحفة. كمان رشيت هنا رشة من الزعتر، بُصّي بقى شكلها عامل إزاي، بجد كده الخضار يتاكل كده طعم وريحة جميل جدًا. بعد كده هابتدي اللي أنا أجهّز هنا الرز بتاعي. جِبت حلة على النار وحطيت معلقة كبيرة من الزبدة ومعلقة من الزيت، وجِبت رز بسمتي اللي هو طويل الحبة نُص كيلو، غسلته كويس جدًا وصفّيته، وابتديت اللي أنا أنزل بقى عليه. أول ما السمنة أو الزيت ابتدت إنها تسخن معايا، هانزل كده بكمية الرز الموجودة معايا. أنا استخدمت هنا الرز البسمتي، وكمان لو كان الرز البخاري اللي هو بيكون حجمه طويل شوية عن الرز البسمتي عشان بيكون ليه كده طعم أفضل. في الوصفة دي بيكون طعمه أفضل. بعد كده جبت معايا بصلاية مفرومة وحطيت عليها ملح وفلفل أسود وهانزل عليها بالرز. أنا ليه ما حطيتش البصل في البداية علشان ما يقلبش كده على رز صيادية ويعمل معايا طعم زي رز الصيادية، ففضّلت اللي أنا أحط البصل بعد ما شوّحت الرز. كمان جبت حوالي ربع طماطماية صغيرة أو معلقتين من الطماطم المبشورة ورشة من القرفة، وبعد كده قلّبت الرز معايا وهانزل بقى عليه بالمَيّة. المَيّة هنا بتكون ضِعف الرز، يعني أنا لو مستخدمة 4 كوبايات من الرز يبقى هاستخدم 8 كوبايات من المَيّة السخنة. عايزة أقول لِك رشة القرفة دي بتفرق جدًا في الرز وبتخلّيه مبهّر، وأنا مش مستخدمة توابل كتير، هي بس البصلة المفرومة والطماطم ورشة من القرفة بتخلّيه مبهّر وجميل. مش عايزين بقى نحط عليه كركم عشان كده هيقلب على رز أصفر، فبس كده نكتفي بالتوابل دي جرّبيها هتبقى تحفة. بعد كده أنا غطيت الرز وسِبته إن هو يستوى، وهابتدي بقى إن هو يعني أنا مش عايزاه يستوي كامل السِوَى، أنا عايزاه 3/4 سِوَى. وأخدت كده منه حوالي معلقتين كبار عشان أحشي الفراخ، وبقية الرز وطّيت عليه وسِبته إن هو يستوي.
جبت بقى هنا طبق أو ممكن أو ممكن بولة، وحطيت فيها الوراك بتاعتي، وابتديت اللي أنا أحشي فيها الرز. هتحطي كده حوالي معلقتين، ما تزوديش قوي علشان ما تخرجش بره، وبرده ما تحطيش حبة صغيرين علشان شكلها ما يكونش ايه صغير، يعني اللي ياكل منها كده تبقى ايه كويسة. بعد كده هابتدي اللي أنا أقفل الفراخ بتاعتي، أنا هاقفلها كده بشكل زي كده زي الكورة هاخيّطها. لو مش حابة فكرة الخياطة دي، مش عايزة تستخدمي الإبرة والخيط، يبقى هتستخدمي الSpecs، وأنا هاعمل لِك واحدة بالشكل ده وواحدة بالشكل ده. بس هي الخياطة كده نفس فكرة الحمام لمّا إحنا بنقفّله علشان الرز ما يخرجش معاكِ برّه، لإن أنتِ لو سِبتيها زي ما هي كده وبعد كده إحنا هنسويها في الكيس الحراري، فممكن الرز ينزل ويبقى الشكل مش كويس. بعد ما تخيّطيها وتقفّليها هتبقى شكلها بالشكل ده، هتركنيها بقى وتبتدي إن أنتِ تخلّصي بقية الكمية. أنا الورك دوّة أنا هاقفّله معاكِ بالSpecs علشان أوريكِ إزاي إن هو بيقفل، أو اللي هي الخِلّة بتاعة السنان الصغيّرة، بتقفليها كده بالشكل دوّة بحيث إن أنتِ ما تخرّجيش رُز خالص، وأنا مش عايزاه يكون شكله كده طويل زي الحمام الكدّاب، يعني إحنا عايزين نعمله بفكرة مختلفة، فيبقى كده عامل زي الكورة أو زي الشنطة المدوّرة، مش عايزاه إن إحنا نقفله بشكل طويل. يعني بُصّي يبقى شكله بالشكل ده. خلّصت بقى هنا ال4 وراك اللي عندي وكده يكونوا جاهزين معايا. جِبت بقى تتبيلة كده أحطها على الوش بتخلّي الطعم والريحة تحفة، وهي معلقة من الصلصة، وكمان فص من التوم، وكمان دبس الرمان. دبس الرمان مع الصلصة مع التوم بتدّيكِ لون وطعم حلو أوي من فوق، بتاخد لون بجد بيبقى تحفة. جِبت بقى الفرشة ووزّعت كده التتبيلة دي عليها من فوق، وبعد كده أهوّة جِبت كيس حراري وحطيت الخضار مع الفراخ وهادخّلها الفرن، هتقعد معايا بالضبط حوالي ساعة إلا ربع، وبعد كده هتطلع بقى حطيت الرز كده من تحت وحطيت الخضار جنبه، بجد تحفة شكلها جميل جدًا وطعمها كمان، اعتمديها في كل العزومات وبإذن الله هتشرّفِك. بجد الوصفة النهارده كانت مبهرة، وكمان الخضار كان آخد من طعم الفراخ ومن البهارات بتاعتها كان تحفة، والرز كمان كان مستوي كويس جدًا وكان طعمه كده مبهّر، والفراخ أخدت اللون الجميل دوّة عشان أنا في الآخر فتحت الكيس الحراري وحطيتها تحت الشواية، فأخدت اللون الحلو دوّة، ودبس الرمان كمان ساعد على إنها تاخد اللون دوّة. أتمنى الوصفة النهارده تكون عجبتكم، ولو عجبتكم ما تنسوش اللايك واستنوني في فيديو تاني إن شاء الله.